The deadline is tomorrow. معناها الموعد النهائي بكرة. هقولها مرتين بالأمريكان accent. The deadline is tomorrow. The deadline is tomorrow. معناها بالعربي الموعد النهائي أو آخر ميعاد هو بكرة. بالنسبة للتركيب the deadline يعني الموعد النهائي أو آخر ميعاد للتسليم. is يعني يكون أو هو. tomorrow يعني بكرة. الجملة كلها بتقول إن آخر ميعاد لتسليم الحاجة هو بكرة. ممكن تقول بدلها it's due tomorrow. هنا it's معناها it is، ودي بتشير للحاجة اللي المفروض تتسلم زي الواجب أو المشروع. due معناها مستحق أو المفروض يتسلم. tomorrow يعني بكرة. فالجملة كلها بتقول إن الحاجة دي المفروض تتسلم بكرة. كلمة due معناها مستحق أو مطلوب في وقت معين. لما تقول it's due tomorrow يعني الحاجة دي لازم تتسلم بكرة. بمعنى تاني الموعد النهائي هو بكرة، يعني بالعربي مطلوب التسليم بكرة أو الميعاد النهائي بكرة. الكلمة دي مهمة جدا لما بتتكلم عن تسليم الواجبات أو المشاريع. الجملة البديلة هي I need to submit it by tomorrow. بالنسبة للتركيب I need يعني أنا محتاج أو أنا لازم. To submit يعني أقدم أو أسلم. It يعني الحاجة اللي بنتكلم عليها. By tomorrow يعني قبل أو عند ميعاد بكرة، بمعنى إن الموعد النهائي هو بكرة. الجملة كلها معناها أنا محتاج أسلم الشغل ده قبل بكرة أو بكرة بالكتير. كلمة submit معناها تسلم أو تقدم حاجة زي واجب أو مشروع. أما استخدام by tomorrow مش tomorrow بس، فده معناه إن عندك لحد نهاية بكرة لتسليم الحاجة. لكن لو قلت tomorrow بس فده معناه إن لازم التسليم يكون في أي وقت بكرة. استخدام by بيدي انطباع إنك ممكن تسلم في أي وقت لحد نهاية اليوم. لو عجبك اللي سمعته ولسه عايز تعرف جمل أكتر وتطور إنجليزيتك بطلاقة، تابع باقي الحلقة على قناتنا ساندوتش إنجليزي على يوتيوب.